امس مع 4 الصباح، الناس بحالكم حل لي لايف ديال الشرعي، طلع واحد من مجموعه الشرعي من المحاميين ديال الاجنبي ضد ابناء الوطن ويقول، وهذا ضرب في الدوله المغربيه، يقول بحرف: كيف تعارضون هذا السيد والسلطات المغربيه تستقبله، وهذه اكبر مغالطه، ويرحبون به، والمخابرات المغربيه وكذا، والامن لم يعتقله وكذا وكذا. ونجيكم من الاخير، هذا السيد يخدم اجنده مغربيه ويدعم الاطروحه المغربيه، وخير دليل هو تعاون السلطات، وكيروح يدري ان الدوله ما وقفاتوش، والحر بالغمزه اللبيب بالاشاره يفهموا، يعني ان هذا السيد هذا يخدم اجنده ديال الدوله المغربيه والسلطات. هنا يجب ان نقف قليلا ونشوفوا درجه الغباء ديال الناس المطبلين الاجنبي في وصلت بهم الوقاحه انهم يضربوا في الدوله المغربيه ويساويوا السلطه المغربيه والدوله بجهاز الكبرانات. هذا معناه ان السلطه المغربيه والدوله المغربيه تشتري صفحه او تشتري يوتيوبرز او تتعامل بالذباب الالكتروني المغربي، وهذه سابقه. هذا امر خطير باش يطلع مغربي ويقول بلي ان هذا يخدم اجنده مغربيه والدوله المغربيه، يعني يؤكد الاطروحه الجزائريه، وهذه طامه كبرى باش وصلت للمستوى ديال الدفاع على هذا اللقيط ديال الشرعي فين وصل المغاربه، باش تطلع انت وتقول ان هذا يتعامل مع الدوله المغربيه، وهذا خطا. متى كانت الدوله المغربيه المخابرات والقوات المملكه المغربيه تعتمد على يوتيوبرز؟ هذه سابقه في التاريخ اصاحبي، هذه ما خصهاش تقال كاع في لايف مغربي للاسف، وتقالت في لايف فيه 600 ولا 700. واش المخابرات المغربيه تعتمد على لقيط يمني، ولا تعتمد على يوتيوبرز، ولا تعتمد عليك انت كعندك يوتيوبرز ولا تيك توك ولا صحه في اليوتيوب؟ ما هاد العبث. سد المايك اخي راه صوتك تعاود باش نكمل المداخله ونحاول نقيسوا جميع النقاط. اذا هنا باش نعرفوا ان فين الامر الخطير، هو ان هذا المشكل ليس في اسعد الشرعي، المشكل في بعض المغاربه اللي نفس المجموعه ونفس الناس اللي عندهم مصالح مع هذا الشخص. نضرب بصراحه، هناك استحمار للمغاربه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وهو يخدم اجنده جزائريه. استحمار المغاربه، لايفات تنسق في الخاص، مافيا ولوبيات وتحالفات في تيك توك، تحوير المغاربه على المواضيع الاساسيه وجرهم الى نزاعات وصراعات شخصيه. هذا الشيء كله الملك نادى الى دعم الجبهه الداخليه. هذوك كيفرقوا في الجبهه الداخليه، وهاد الناس دابا قايدين مشروع، دابا راهم حالين لايفات، دابا قايدين مشروع الاعتذار للجزائريين. الله اكبر. وما باغيش نتكلموا في هذا الموضوع، غير خليهم تيبنيو ويعليو. الاعتذار حالين لايفات، الاعتذار للجزائريين. اذا هناك مخطط كبير كتخدم، وهادشي اللي خصو يعرفوه المغاربه. ما يبقاوش يثيقوا فيما يروج على المنصات والتحالفات ومجموعه ديال الامور. حنا هنا ما كنصدقوا وطنيه، ما كنزعوا وطنيه، ما كنعطيو اوامر، ما كنعطيو توجيهات. حنا كل مغربي عنده موقف ديالو وعنده حجه حريه التعبير ويعطي الموقف ديالو. هذا موقف ليس لا بامر، باش ما يطلعش شي واحد يحور الكلام كالعاده، حيت عارفين الاسلوب ديال تحويل الكلام. الانسان حريه التعبير، يمشي فين بغا ويجي فين بغا. الانسان ما ينزعش الوطنيه، ما كاين حتى واحد ما كيصدق الوطنيه. ما كاينش الشرطه ديال التيك توك، واحد يجي يمثل راسو انه الشرطه ديال التيك توك. هذه المراوغات اللي كيمارسوا ذاك الاشخاص، هذه المراوغات. حنا كنأكدوا هذا الشيء، لا احد ينزع الوطنيه، وتا مغربي ما كيصدق الوطنيه، كلنا مغاربه، وتا واحد ما كيعطي اوامر، وكل واحد حر يطلع فين بغا. ولكن كنوجهوا رساله ديال التوعيه، لان ما يقع هو خطير. ما خاص امين مفهوم المداخله ولكم ديالك. واسع النظر. تفضلوا اخوان، تحياتي. شكرا. سيرة أباطة. بغيت نسال الاخ اللي كان كيتكلم، يعني شنو الهدف ديالو هو شخصيا، يعني الهدف ديالو من دخول مواقع التواصل الاجتماعي؟ يا ريت في اختصار باش نتفاعل معاه. اخي الهدف ديالو واضح: تقسيم المغاربه للجبهه الداخليه، واسترزاق على اليوتيوب في تبني قضيه ليست بقضيته، واستحمار المغاربه. ما يقدرش يحل لايف على اليمن، لا لا ما يقدرش يحل لايف على الطبيعه التركي. استاذي السؤال اللي كنت انت، ما الهدف ديالك انت من دخولك؟ ماشي ذاك الانسان، انا ما كيهمنيش هذاك. الهدف ديالي انا اخي كريم، انت اخي الكريم. نعم. انا الهدف ديالي من الدخول مواقع التواصل الاجتماعي هو اولا هدف قانوني في اطار جمعيه مصادق عليها من قبل السلطات المغربيه في الدفاع عن القضيه الوطنيه. وبغيت نقرا لك البنود ديالها، الدفاع عن شخص الملك،
الدفاع عن الوحده الترابيه وتكريس الحكم، بدأ الحكم الذاتي، الدفاع عن المراه المغربيه، الدفاع عن التراث المغربي، تفنيد المغالطات على التيك توك، تعزيز الجبهه الداخليه، وزيدوا بزاف ديال الامور. تفضل اخي الكريم. طيب اخر نقطه ديال تعزيز الجبهه الداخليه، شنو هي الاسس اللي كتعتمدها اخي الكريم؟ الجبهه الداخليه هي انا وخويا المغربي على البراني، وعدم السماح بمغالطات كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف ديالها تقسيم المغاربه. رغم اختلاف الراي مع اخوك المغربي، لا يجب ان تتهجم على اخوك المغربي، ويجب حل يعني الاقناع بالحجه وبالدليل والتوافق بين المغاربه من طنجه للقويره، وعدم اللعب على الطائفيه والعرقيه، وانا امازيغي وانا عربي وانا يهودي وانا مسلم. حنا كلنا مغاربه تحت شعار الله الوطن المالي والدستور المغربي. يعني ممكن اخويا توافقني واخا انا اخي الكريم عطيت الموقف ديالي على الشرعي باش ما يتحولش لحوار ثنائي، باش ما يكونش حوار ثنائي. انا عطيت موقف ووضحت المساله ديال الشرعي. شفت طريقه الخطاب عند مداخلات الشرعي. ما كيهمنيش هذاك الانسان، ما كيهمنيش انا فغينا على هذاك الاشخاص. انا نظرتي محايده للمساله، انا عندي القدره وعندي الاكتفاء الذاتي في خوتي المغاربه في التاطير ديال القضيه الوطنيه، ما كيهمنيش انا حتى النقاش فيه. انا غير عليك انت اخي الكريم، شفتك بحال اللي بغيتي دير وصايه معينه وما قبلتيش المخالفه ديال الطرف الثاني. انا كنقول لك اخي الكريم مادام هذا اخي الكريم انا قلت لك نكمل استاذ، امين خليك نكمل استاذ، الله يستر عليك. نكمل. تفضل، لانه مره واحد المغالطه يعني الوصايه. انا من طيب غير نكمل ورد على المغالطه اخي الكريم. الوصايه قصدت انني ملي نختلف مع خويا المغربي او شفت رؤيه معينه سواء ديال الاجانب ولا غير الاجانب، انا كنشوف نتوما كتزيدوا الشرح. مادام انت عارف القالب وعارف اللعبه شنو فيها كامله، خصك تحتضن خوك المغربي، ماشي بالهجوم، ماشي بكذا فهمتي اخي الكريم؟ استنقاصكم كما حنا استحمرنا، حنا دار. ربما انا واحد الانسان على قدي في المعلومه، قدي في كذا، انا انسان تافه. شنو الدور ديالكم نتوما كمؤثرين او كجمعيه او فرجاء اخي الكريم حاولوا على خوتكم، شدوهم بالتي هي احسن، 1 2 3 4، ليس عليك هداهم، كتوضح اللي عندك. اما هكا بالمطلق تقول كلمه كيستحمر كذا شويه قويه، فهمتي؟ الطرف الثاني ما يقبلش منك الخطاب ديالك ولو كان فيه نوع من الوطنيه. انا جاوبك. اولا ما شتيناش حنا شادين هنا المغاربه وكنعطيوهم العصا ولا كنتهجموا على خوتنا المغاربه، ابدا. عمرنا ما تهجمنا على شي خونا مغربي. هذه النقطه الاولى باش ما تمرش هذه المغالطه. ثانيا، حنا كنقولوا دائما في جميع اللايفات لا احد يمارس الوصايه على الطرف الاخر. اذا باش تجي تقول ان انسان يمارس الوصايه، هذه مغالطه ولا تغني شيئا. يعني هادشي هذا باين. لا احد يمارس الوطنيه، يمارس الوصايه، وحتى واحد ما كيصدق الوطنيه. حنا فاش كنتكلموا على هذا السيد هذا ولا على شي فكره، كنقولوا رساله ديال التوعيه، كنوجهوا رساله ديال التوعيه. ما كنوجهوش قصف للمغاربه ولا نجبدوا المغاربه ونهاجموهم ولا نطلعوا مغاربه نحاكموهم. باي صفه حنا باش نحاكموا مغربي؟ وباي صفه باش نمارسوا حنا دور القاضي؟ غير تنعتهم بالاستحمار، دور النيابه العامه، نعتهم بالاستحمار. عندك عادي استحمار؟ نعم اقولها ولا زلت اقولها. هناك استحمار بعض المغاربه. طيب ما شاء الله عليك. وهذا في حد ذاته راه بقسم المغاربه، ونعم الرساله. هذا في حد ذاته بقسم المغاربه اخويا، وهذا في حد ذاته بقسم المغاربه. وفاش كيطلع اخي المغربي مع واحد حقيقه عندك صاحبي، حقيقه عندك. اسمح لي ماشي حقيقه مطلقه كأن على اساس كلامك معصوم، فكرتك معصومه اخي الكريم. دابا هذا في حد ذاته تهجم. حنا دايرين مداخله على اساس الشرعي وانتم حورتوا الكلام كتحوروا الكلام. هذا الشيء اللي كاين. لا انا ما عجبتنيش كلمه اخي كل واحد والراي ديالو فقط، كل واحد والراي ديالو، وكل واحد كيتكلم. انا عطيت الراي ديالي. الا بالك انني انا عطيت الراي ديالي، الا بالك انني تهجمت عليه قول لي فاش تهجمت عليه كنجاوبك. اما تحوير الكلام باللعب على المصطلحات هذا فقط لا يغني شيء. قلت لك اخي الكريم في كلمه الاستحمار، كلامك وفكرتك غير معصومه. هناك من نعم الاستحمار. نعم واش يقول؟ انا كنفسر لك على الاستحمار كاين. نعم هناك بعض المغاربه يتم استحمارهم في اللايفات. شنو معنى ان واحد جالس مع واحد يكون انت منهم؟ ممكن تكون انت واحد منهم، شنو معنى واحد جالس مع لايف يسب فيه الملك هو جالس معاه وكيمرها بمرور الكرام؟ انت ممكن تكون واحد من هاد المغاربه ام لا؟ اخي الكريم شوف، خرج على الموضوع وكتحور الموضوع. خرج على الموضوع لي كلامك بالمطلق. اما الفكره لا الاولى اخي انت تحرف الكلام. اخي اسمع
انت ما كنحرفش الكلام. انا قلت لك انا بدايه كلامي هذاك الراجل ما كيهمنيش وفي غنى عنه وما كنسمعلوش وما كيهمنيش وما كندخلش في المواضيع نهائيا. الكلمه اللي حزت في نفسي كلمه الاستحمار. هذا الاستحمار هذا حكم مطلق من عندك خاطئ جدا. قبض خوك المخالف معك مغربي. لا يوجد حكم مطلق. نكمل يا استاذ. قبض خوك المخالف لين فريض انا كنمشي لذاك المنصه بغايه او بوسيله او بشبهه او بضعف مني او كذا، اطرخ خوتكم الاخوان. كفانا من هاد الخطابات اللي كتزيد غير الفرقه على الخوال الخاوي. حنا اصلا قلال وكتزيدوا نتوما تزيدوا ديروا لنا هاد التفريقه هذه. واطرخ خوتكم واخا تختلف معايا خلي الشعرض معاويه بيني وبينك. اما ملي تقول لي كلمه استحمار راه باقي خطاب كله ما غنسمعوش. واخا لو تكون على حق كلمه انك انا وخويا على البراني، انا ما كنوافقش خويا الا كان ظالم وعلى خطا ابدا. انا ما عنديش الغايه تبرر الوسيله. اذا نكون خويا خطا في وجهه خطا وما نسمحش لخويا الا كنت خطا يجي معايا ضد في الاجنبي ابدا. ركزوا لنا القواعد والاسس الصحيحه وانطلقوا نصره الحق بالحق ماشي بالباطل. بلادنا في غنى على هذه الخطابات هذه. عندنا رجاله وعندنا خوتنا. فرجاء الله يعطيكم السر، وحدوا ما قدرتوا وتحتاطنوا ما قدرتوا والتمسوا العذر خوتكم ما قدرتوا. يكفي هذه التفريقه هذه. اما الخطاب هكا على عواميه اخي الكريم انا ما موافقكش. اما الشيء الاول موافقك فيه. لك كامل الحريه اخي الكريم باش نختم المداخله. لك كامل الحريه توافق او ما توافقش، لان الا كان سوء ديال الفهم هذاك المشكل ديالك. اما الرساله راها واضحه، اصلا الرساله واضحه. لان عندما تقوم بالتوعيه عندما تقوم راح الجمله خليه عندما خليه السطير خليه يكمل. عندما تقوم بالتوعيه ضد واحد الخطاب معين يضرب في المغاربه ويضرب في الملك، ويطلع لك مغربي معاك انت داير لايف على وحده ديال المغاربه وتنادي بوحده الصف رغم اختلاف الراي، ولا يوجد اي تهجم على اي مغربي رغم اختلاف الراي. وبالعكس يجي الطرف الذي يؤيد الاجنبي كيطلع ويقول لك انت تخدم مخابرات اجنبيه، ورغم ذلك انت ما كتهجمش عليه. اذا من يتهجم على الاخر؟ فاش كيطلع انسان ويقول كل من ينتقد، اسمع هذا الخطاب الكلام ديالك خصك تمشي تقولوا للطرف اللي كيقول هذا الكلام، كل من ينتقد اليماني اسعد الشرعي فهو حمار ابن حمار. اذا كانت ترضيك انت هذه الكلمه وجيت تناقش على كلمه استحمار، انا بالنسبه لي انا نجاوبك وخليك معايا واحد الكلمه. فرق بينك وبينه انت كذلك. انا السيد اللي كيقول لك انا السيد اللي كيقول لك كل من ينتقد، اسمع، كل من ينتقد اليماني اسعد الشرعي فهو حمار ابن حمار. انا كنقول لك هذا السيد اللي كيقولها هو واحد من المستحمرين، لانه درجه الاستحمار اللي وصل لها ولا كيوصف اخوه المغربي بالحمار لانه ينتقد اسعد الشرعي، ولان اسعد الشرعي حرض على اليهود المغاربه فقط لا غير. رساله واضحه دون تحوير الكلام ودون حوار ثنائي. وتحياتي لا ما كاين لا تحوير ولا شيء. نفس الشيء، نفس البنيه اللي تبرها هو نفس الشيء. كان كذلك هو قال كل من ناقش هو حمار، فانت كذلك قلتي استحمار، فما تلومش على الناس الشيء انت فاعله. الاخوان بارك علينا من هاد الخطابات ديال الحلقات الجامعيه الخوال الخاويه، يهضروا لنا بالعلم وبالحق وبركه من التفاهه الخاويه. سوء الفهم الرجل يقول كلمه استحمار كذا بالمطلق وكيقول لك سوء الفهم. نسال الله العفو والعافيه. استاذي حياك الله سيدي احمد، خفوا علينا مع التاطير هذا والركاب على رقابه الناس تخربيق الخوال الخاوي. الاختلاف ما كنقدروش نناقشوا فيه، اختلاف ما نقدروش نحتضنوا بعضياتنا وننسوا العذر لبعضياتنا. قال لك الجبهه الداخليه، لا حول ولا قوه الا بالله. تفضلوا الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وي اختي نينا، الاخ تغبط خيرا، الاخوان اللي كاينين هنايا كل واحد باسمه. شوف انا ما بغيتش ندخل في هذه المسائل، هذه الصراعات يعني الثنائيه ولكن واحد المساله بغيت انني نشير لها في هذا التدخل ديالي. احنا نفتخر بكل شبابنا ونعرف الناس اللي تبارك الله والصلاة على النبي، ما بغيتش انني نذكر بعض الاسماء الذين نفتخر بهم. نحن في مرحله صعبه جدا، بحال دوك اللي كيجريو الميل 5 ل 1500 وبقات غير يعني الفينيش سيتو. نحن نحارب من اجل قضيه وطنيه بطبيعه الحال. علينا ان نلتف جميعا. وراه كاين بعض الاخوان ما شاء الله، وشوف انا غادي نقولها يعني ما غاديش نقولها بالمرموز، غادي نقولها بالواضح. بعض الاخوان اللي كاينين هنا كينشطوا على وسائل التواصل الاجتماعي كفوا واوفوا وتبارك الله عليكم.
اذا غير هذه المسائل اسمحوا لي يمكن انا الصوت مسموع ياك؟ صوت مسموع صح. وي شكرا. نحن دابا في السرعه النهائيه كنعرفوا بان هذا النظام حنا كان دائما كاملين كنطلعوا من اجل مناقشه موضوع واحد وهو الحرب الكلاسيكيه اللي كاينه ما بين المغرب والجزائر. ولكن ملي كنشوفوا تطور الاحداث الان اللي كنعيشوها كنعرفوا بانه نظام آيل للسقوط. وانا غادي نعطيكم بعض المستجدات في نفس دقيقه بان عبد المجيد تبون هو رضخ وكيطلب الوساطه القطريه من اجل المصالحه مع المغرب، وهوس الرد عطاف الى الولايات المتحده الامريكيه برساله من اجل الحمايه من الولايات المتحده الامريكيه من اجل دعمه من اجل ولايه ثانيه. احنا كاملين هاد الاخوان كاملين، ما بغيتش قلت لكم نذكر بعض الاسماء اللي كندير لي زيكوتور واتمتع بالمناقشه ديالهم. رحنا دابا في السرعه النهائيه من اجل احباط واسقاط هذا النظام. عيني ان نلتف جميعا والابتعاد عن ديك المشاكل. شوف اسعاد الشرعيه ولا قدر والله ما كنسمع له انا بتاتا مطلقا، ولكن ويشرفني انني اتأبط خيرا، نتصنت للسي ابراهيم، نتصنت الاخت نينا، نتصنت لسان الطير، نتصنت لسي دريس، ونتصنت لبعض الاخوان اللي اكاديميين في التحليل ديالهم الذين اوجعوا يعني بكل صدق وبكل يعني حراره وبكل مصداقيه الذباب الالكتروني الجزائري. احنا هبطنا كلش. شنو بقات لنا؟ قلت لكم بقات لنا غير المسافه، يعني بقات لنا غير الفينيش سيتو. انا ما بغيتش ندخل في هذه الصراعات الثنائيه لانني ابتعد عليها كل كنبتعد عنها، يعني ما كنبغيش انني ندخل فيها. واتمنى ان شاء الله بان تلتم اللمه من اجل هدف واحد وهو الدفاع عن القضيه الوطنيه. وهذه هي الاخوان المداخله ديالي. مرحبا خويا. شكون هو خويا دريس؟ شكون هو دريس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي لا لاباس عليك؟ الحمد لله. شكون دريس؟ ما عقلتيش عليا وقيلا، غير بدلت الصوره ديال البروفايل مشات لك. معاك دريس سامسونج. دريس ديالنا سامسونج. يا صافي خويا مرحبا بك. تحيه ليك، تحيه للحضور الكريم واني مازال معكم في الكيست. مرحبا. تفضل خوتي. شكون اللي عنده مظاهره ما هضرتيش انت كاع؟ تفضل. السلام عليكم. بعد انا نخليكم غنعرفوا شنو هو الموضوع. انا لقيت القضيه شاعره من عند هذاك الاخ. فاش دخل لقيته شاعر غا بوحدو كيطير الشياط في الجمعيه كندافع ولا اله الا الله محمد رسول الله، وكاننا حنا عندنا شي حد ولا شي حاجه، يعني شي قضيه كبيره فايته كل المقاييس جاي كيدافع عليها. راه هذا تيك توك كيتلاقاو فيه الناس، كيخرج منه كينسى شنو قال فيه كاع بعض المرات. واحد جاي هزا قال لك راه قضيه وطنيه. اش دخل واحد غادي يجي يهضر الا كان ياثر؟ شحال كاين من المغرب؟ راه 35 مليون مغربي. شحال غيأثر من واحد؟ شحال كيسمعوا من واحد؟ 1000 2000 3000؟ يعني فين هو التاثير ديالو؟ راه كاين اللي ما كيعرفوش كاع فين كاين. واحد كيهزا منين تقاد وكانه وصي على هاد 35 مليون. لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا نسمعوا الاخوان وتنرجع. انا سنطيل واحد القضيه ديال البارح راه هو كان حاضر فيها نيت بحال داك الفيلم نيت. تفضل خويا. كنقرا عندك المداخله. تحيه للاخوان، والصراحه في الحقيقه بغا يديروا منه هذا الانسان هذا اللي ماشي تا يماني، هو بريطاني، راه مؤدي القسم لبريطانيا باش خدا الجنسيه. يعني راه قسم بالله بانه يكون تحت اللواء البريطاني. يعني شكون هذا؟ بغا يكرغلونا بعض الاخوان المغاربه بحال هذا الاخ اللي كان قبيله بالك استحمار ما هذه مؤامره. بقى اليوم يقولوا لنا مؤامره. جلالة الملك الله يشافيه والله ينصرو قال لك الناس كتساءل على العلاقه المشاكل مع الجزائر، قال الوضع مستقر. صافي مستقر. حنا هاد تيك توك راه قصارين فيه، ضاحكين لاعبين والله الله يخلف عليهم خوتنا الجزائريين. لهاونا شويه في كورونا ولهاونا في خويا بلاتي نكمل واحد سير اخويا سير.
هما كيهضروا وحنا كنردوا ومن حقنا. غير انا كنشوف ولينا كنقريوهم بزاف، يعني راه حتى من اللغه العربيه يعني تدارج داكشي ولا كيتقنوها، راه ولاو كيعرفوا تا هما شي اللجنه الرباعيه، راه كانوا كيقولوا غير بويسكو جامي وباسكو، هادشي اللي كانوا كيقولوا. حنا دابا كنعاونوا حتى في هذا الشيء هذا. غير هو انا كنظن حنا كمغاربه عندنا القلب الكبير، يمكن هذا في الدين ديالنا ولا انا ما فهمتوش. هاد الحوارات اللي مع هاد اللي حدانا في الاول كانوا كيتعالاو علينا والنيف وحنا وهادي وانتم حنا ساكتين، حنا كنا ساكتين شويه ولا كيدخلونا بدا كيقول لك سقسك برك، يعني تصدم بشي حوايج ولا كيسقسينا حنايا برك، كيسقسينا وحنا كنردوا عليهم شويه ولات عندهم واحد الطريقه اخرى، يعني حتى ديك التقيه شويه ولاو عاوتاني ولاو كيبقاو فينا مؤخرا، خصوصا مع هذه الصدمه هذه. انا كنلاحظ ماشي كل المغاربه ولكن واحد كميه كبيره ولا كيبقى فيهم. في الاول حنا كنا كنضحكوا شويه ولينا كنردوا، دابا ولينا كنتعاطفوا معاهم، يعني هذا الشيء ما كاين. اما هذاك الشرعي ولا غير الشرعي من هذا وشكون هو، راه ميساج كاع نهضروا عليه. وهذيك القضيه ديال التفرقه والشعب وهذه الخطابات وهذه اخوتي، راه المغاربه من زمان هما ملتحمين، راه هذا راه في الدي ان ديالنا. واش انا غيجي واحد يبقى يهضر عليا انايا على شي حوايج اللي انا مقتنع بها، مقتنع بوطنيتي. وزيدوا الوطنيه راه ماشي شعار الله الوطن الملك، خاصك تكون فعلا مواطن كتبغي بلادك، خدام في التعليم نقري ود المواطن، دكتور نعالج ود المواطن، برا ما نمشيش انا في ديك رايانير ولا نمشي في خطوط الملكيه نعاون غير شويه في الاقتصاد. كاين شي وحدين واخد داك الشعار وما كيمثل علينا، وملي كيمشي للمغرب مع دوك صحاب الجيريات وهذه كيجي كيبقى يعاود وبنادم واقف عليك وهادي. بركه قنيطره بركه مشيتي. لا تفضلوا اخوتي، تفضلوا. سير السي ابراهيم. بغيت نعقب غير على واحد الكلمه كان قالها ديال اننا حنا داخلين التيك توك اللي كنلعبوا. لا يا اخي، حنا في التيك توك ملي دخلنا عندنا واحد القضيه كندافعوا عليها، هي القضيه الوطنيه المغربيه والحدود الحقه ديال بلادنا. يعني ما طلعناش يعني هكاك عبثا باش نبداو نضحكوا ونلعبوا. الا بغينا نضحكوا ونلعبوا راه كاين البلايص اللي غنضحكوا ونلعبوا فيهم، فهمتني يا اخي؟ هذا هي التدخل اللي كان عندي معاك. الصوت مسموع اخوتي؟ كنسمعوك. تحب لي واش مشى الصوت؟ واش فهمتيني يا اخي بالنسبه للتدخل ديالي معاك؟ قلت لك بالنسبه لحنا دخلنا لهاد التيك توك باش اخ ديالي اسمح لي، اخ ديالي راه قلت لكم من حقنا ندافعوا، فهمتي؟ راه انا قلت هكا يعني هي هذيك الكلمه ديال حنا داخلين كنقصروا، هذيك شي شويه ما عجبتنيش نقصروا. يعني راه ما دخلناش نقصروا. اسمح لي دابا انت خديتي غير الاولى، ما زدتيش الثانيه. قلت لك ومن حقنا ندافعوا، فهمتي؟ يعني ما ناخذوهاش بالتعصب. انا وليت كنشوف بعض الاخوان ولاو كيتعصبوا. كيجي دكتور اخي بالله عليك، اقسم بالله العلي العظيم شت لايفات دكتور كيهضر مع واحد من هك وكيبري عليه هذه، والدكتور كيبدا يسرد في الاخر كيقول لي ما كاش منا، فهمتي؟ هنا كيحزفك النفس، كتحزفك واحد القضيه. اذا وداك الدكتور كيبدا يتعصب، والله تشتم بالله بزاف اللايفات كيتعصب، وانت يعني خذها مراحل وهذه. وراه شوف وراه دوك الجنود اللي كاينين في الحزام والله يرحم الشهداء، هذوك هما فعلا الوطنيين. اييه نضحكوا نلعبوا هذه ولكن كنجاوبوا. خويا الله يجازيك، حنا هذه القضيه هذه ماشي بغينا نفرضوا على، حنا عندنا واحد القضيه كنعرفوا بها وكنزيدوا كنثبتوا شي ثوابت عندنا في البلاد ديالنا هي اللي كنرسخوها في داك الجزائري، يعني باش يقلب حتى هو كما حنا كنقلبوا وكنبحثوا على شي حويجات ما كناش عارفينهم، كنعطيوه مصادر فين يقلب
فهمتي. حنا هذا هو القصد ديالنا، ماشي باش زعما نفرضوا عليه شي حوايج، لا حنا بغينا حتى هو يوعى ويتطور ويقرا يقلب باش يولي يفهم الامور فين كاينه، فين الصحيحه وفين الغلط. فهمتي الاخ ديالي؟ شوف اخ ديالي، شوف انا راني متفق معك على داك الشيء. جاتك حنا المغاربه القلب الكبير، والدينا عاونوهم، جدادنا عاودوهم، هذا راه التاريخ راه مكتوب وكيتعاود باقي كيتروى. غير دابا هما هذا الحق للاسف اللي خداو من عند بوخروبه، هذا الحق اللي عندهم، وحنا دابا كنعاونوهم. يعني ما كنكبروا، اسمحوا لي على هذه العباره، اسمحوا لي كامل، ما كنكبروش لهم البعره مثلا، لان هادشي في صالحنا. حنا راه خدامين الحمد لله غاديين، وهو هذا الحق اللي عندهم. تصور بالله عليك اخيك وكان فعلا كيدوا بكلامنا بان مثلا داك الاقتصاد، ديك الثروات المعدنيه اللي عندهم الباطنيه، يعني يستعملوها وتكون فعلا قوه اقتصاديه وكل شيء، وعندهم هذا الحقد. واخيرا قطعوا الغاز والماء والضوء والجو وكل شيء. دابا هذا الشيء اللي كنقول لك انا اخي، راه ماشي انا ما كنحقدش عليهم، والله ما كنحقد عليهم، انا كنحقد على خويا على دابا الا قطعوا دابا ملي قطعوا الغاز وقطعوا داك الشيء، عندنا حنا شي مشكل؟ وقعت عندنا شي حاجه؟ شوف اخي حنا ما عندناش المشكل، ما يقطعوا الغاز يقطعوا الضوء يقطعوا داك الشيء اللي بغاو. لا شوف انت كتمشي لواحد النقطه اللي انايا كنقول. اسمح لي نكمل غير لا، لان نبقاو في النقاش الثنائي ما عنده حتى شي جدوى، لان اشنو ما كنقولوا حتى شي حاجه شوف غنقول واحد الحاجه. غير اسمع السقنيطره، لان اشنا هي الفكره، اننا حنا فاش كندخلوا هنا راه ماشي كندخلوا باش هازين سيوفه والمبارزه ولا شي حاجه. هنا كنجيو كنتبادلوا افكار، كنتبادلوا معلومات، كل واحد كيدي مع شي حاجه، لان هنايا راه ناس محدودين، ماشي اي واحد كيدخل هنا او لا اي واحد كيجي. يعني كتجي كتدي معلومه، كتستافد من واحد سبقك بمعلومه، كتدي يعني كل مره عندك شي حاجه يعني فائده. اما نقولوا ان راه التيك توك وسيله للدفاع، راه كنضحكوا على روسنا، لان الناس اللي خدامه راه خدامه في المسائل في مراكز القرار وكتاخذ القرارات ديالها وكدير الاجراءات ديالها. اما حنا كنتبادلوا معلومات، كنعرفوا بالقضيه ديالنا هي ما بيناتنا، ما بين اللي دخل عندنا شي واحد برا كتعرفوا بقضيه. اما تقول لي اننا وسيله للدفاع ولا شي حاجه، راه كنضحكوا على روسنا. هنا كنتبادلوا معلومات، كنوجهوا بعضياتنا، كنستافدوا من بعضياتنا، لا اقل ولا اكثر. يعني ما نعطوهاش واحد الهاجس ولا هذا كبر من قبل من القيمه ديالها. هذا هو السي المداري، هذا الشيء اللي قلت انا، راه هذا الشيء اللي قلت انا، راه هي هذا الشيء اللي قلت انا اخي، راه هذا الشيء اللي قلت انايا. راه قلت لك حنايا داخلين قلنا، قلت لك بالهضره ديال الزنقه، قلت لك حنا مقصرين ولكن كندافعوا على راسنا. دابا انت خديتي غير ديك الجوج الاولانيه، راه هذا الشيء اللي قال السي المداري، داك الشيء اللي قلته انايا. حنا علاش داخلين هنايا؟ علاش داخلين نستافدوا من عند الناس ولا عارفين حتى حنا شي حاجه نقولوها، ومهم على الاقل يا اخوان يا اخوان بغيت نطرح سؤال على الجريده، بغيت نطرح سؤال على الجريده ينورنا ودوك المحاور اللي تطرق لهم الا كان ممكن يزيد. اوكي، انا غادي نعطي واحد التدخل ديالي، والاخ على ما اظن اللي قال بان هنا نستفيد، كل واحد كيحاول انه يستفد من الاخر. شوف غير خصنا نعرفوا شوف ديك المشاكل كما قلت لكم الداخليه، انا ما عمري دخلت في جدال مع احد. كنشوف انايا بان هذا النظام الجزائري يحتضر. خصكم تعرفوا بانه يحتضر الان، نظام آيل للسقوط. كيف يعقل بان نظام عنده 165 مليار ديال الدولار في الناتج الخام وما دخلش للبريكس؟ اذا كاين نكبه ديال البريكس كيعيشها عبد المجيد تبون. وكيف يعقل بان اثيوبيا اللي عندها 95 مليار ديال الدولار انها دخلت؟ الان كنشوفوا، وانا منين هضرت راه ما كنجيش بعض الدول الالكتروني هنا كيحاول انه يحور لك النقاش. منين هضرت انا البارح، زوروا القناه ديال الجريده المغربيه على اليوتيوب، راني نشرت يلا فيديو دابا كنبين لكم بالدليل والدلائل الدامغه بان عبد المجيد تبون راسل رساله الى الولايات المتحده الامريكيه عن طريق وزير الخارجيه عطاف عراب العشريه السوداء بانه كيطلب الحمايه من اجل ولايه ثانيه. راه هناك صراع في القصر المراديه الان ما بين الجناحين، الجناح ديال عبد المجيد تبون وكذلك الشنقريحه. غير خصكم تعرفوا الاخوان المغاربه بحنا راني قلتها بكتوت مباشره، نعيش مرحلتين.
مرحله ما بعد القرقرات ومرحله ما بعد سنه 1991. علاش ذكرت هذا 1991؟ خصكم تعرفوا، عطيوني شي دوله كما كان النوع ديالها توصل الى ما وصل اليه المغرب. علاش؟ لان سنه 1991 الحسن الثاني هنا علينا ان نترحم جميعا دائما في الصلوات ديالنا، الله يرحمه ويسع عليه، دار اتفاقيه توقف اطلاق النار على والله الاخوه الله يجازيكم بخير. نعم سيدي. شي واحد حل كيف انا 1991 دار ديك الاتفاقيه ديال وقف اطلاق النار مع البوليزاريو. السي احمد، نعم. اتعرف الاخ الكريم على هذا الزمن، هذا بيطلع دابا تعرف عليه ما عنده الكيت، عنده المايك محمول، تعرفوا عليه بعدا. ما سمعتكش اخويا، ما سمعتكش. كنت تعرفوا على الضيف هذا اللي تحت منك اللي طلع دابا. مالو؟ انت سد واحد المايك سد المايك سد المايك سد المايك اخويا سد المايك. جمال لا دابا جمال اللي واخد الكلمه. نعم اللي جمال. واخد الكلمه هو نعم، اللي غيتعرف عليه، اللي واخد نعم، الكلمه هو جمال. اللي غيتعرف عليه باش ما نبقاوش نقاطعوه. نعم جمال. جمال جمال ما اظن واش من كتسمعني؟ الجزائر. انا واش ما كتسمعنيش؟ صافي هبطوا طيح عاود يطلع. وين بطيء وين وين كنسمعك سامحني. الو منين انت اخويا؟ هذا راه كاين السينيوري، هبطيه هاد الاساليب هذه، راه حنا صبحنا كنعرفوا هاد الاساليب هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عمري دخلت معاك ولا شفتك ولا. وهل انت جزائري؟ أنا مغربي من مدينة مراكش. اذا مرحبا، سد الميكرو نكمل المداخله ديالي ولك هذيك الساعه. يلا شكرا جزيلا لك. مرحبا خويا، واش بغيتو ندخل واحد المداخلة قصيرة فيها ميم با؟ عافاك يدير ميوت حتى يسالي ودخل. دير ميوت دير ميوت. شكرا. اذا قلت لكم سنه 1991 الحسن الثاني علينا ان نترحم عليه، قام بواحد السياسه رشيده فيها الذكاء، قدر ديك وقف اطلاق النار مع البوليزاريو. السؤال المطروح علاش؟ لان ملي كنشوفوا الحقبه ديال الحسن الثاني كانت الانقلابات ديال 72 73 الاحزاب اليساريه الراديكاليه دائما كانت باغيه انها تسقط الملكيه. كنشوف بان محاصرين من طرف الغرب في الشمال، داولنا شنقيط، محاصرين من طرف فرنسا، محاصرين من طرف الجزائر اللي كتحاربنا بالوكاله عن طريق البوليزاريو تقريبا طيله 60 سنه، المعسكر الشرقي كذلك. وبنشتنا سنه 1991 من بعد منها تنفس الصعداء، تم اسقاط جدار برلين. الان هذيك السياسه ديال الحسن الثاني، شوفوا راه كان شي ملك ولا رئيس دوله كما كان النوع ديالو، وكان راه المغرب دابا وكان راهم كيحكمونا العسكر دابا. ايوا الجمه وحلتيها. المغرب شنو دار في العهد ديال الحسن الثاني؟ بسط البساط من تحت باش يفرش الارضيه لمحمد السادس منذ سنه 1999 من طلع للحكم. ودابا كنشوفوا، عطيوني شي دوله، عطيوني مده 20 سنه، شوفوا المغرب كي كان وشوف كي ولا. انا غير هذه المره هذه مشيت عند ولدي للرباط، دايخ، قلت له واش راحنا في الرباط ولا فين راحنا؟ قال لي راحنا في الرباط. الا علينا ان نفتخر بمغربنا. شوفوا بنظام آيل للسقوط، نظام آيل للسقوط. دابا الان راه كاينه نايضه ما بين عبد المجيد تبون وكذلك شنقريحه، ويطلع مثلا جزائري كما كان النوع ديالو يدير كان ديتورنمون دو سيجي. هذا هو المخطط ديالهم، مجندينهم بالايفون، مجندينهم بواحد العماره بواحد الدينارات معدوده، نوضوا منين تشوفوا شي بنت مباشر راقي كيهضر على كيمس كذا طنطنوه، هضر له على سبته ومليليه، هضر له على الصحراء الغربيه، وهضر له على كذا وكذا. اذا علينا ان نفتخر بمغربنا. وهذا النظام كما كنقول لكم باش نختم المداخله ديالي، كونوا على يقين بان ما غاديش نقول لكم نهايه 2023 ولكن بدايه 2024 سيتم اسقاط هذا النظام الجبروت، هذا النظام اللي خرج على الشعب ديالو جمله وتفصيلا. وتبارك الله عليكم. شوفوا ابن المملكه هو اللي طلع الاول. عطي لهذا الاخ المراكشي اللي قال لك بغى يدخل بغى يعطيه مداخله ديالو قصيره وماشي مشكله، كان مزروب ولا عنده الشغل ولا شي حاجه. تفضل اخويا يا جمال، عطي المداخله ديالك الا راك في الاستماع. كتسمعوني جمال؟ وي كتسمعوني؟
كنسمعوك هذا اجا الكلمه ديالك كنسمعوك مرحبا خويا، الله يخليك. سؤال بعدا يعني هاد لو لايف اشنو هو الموضوع فيه؟ واش كتدخلوا جزائريين كتحاوروا معاهم ولا غير بيناتنا؟ وسير صاحبي، سير وسير صاحبي، انت من الصباح وانت طالع حنا ويلا صاحبي الله يهدينا. صافي تعلموا شويه، لا تسموا بالملف وما عندكش حتى افكار ولا شي حاجه وطالع هنايا. انا ما فهمتش انا هاد المغاربه هادو كاع. انا اللي ما عنديش لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بديت من كلمة الاستحمار اللي كانت يقول تأبطوا خيرا، يعني ما كنتش من الأول. برافو عليك، هكذا يكونوا المغاربة. الاتحاد كي قال تأبط خيرا، حشومة الجريدة المغربية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الخوت بدون تعصب، بدون تعصب، الله يجزيكم بدون تعصب. غير واحد الدقيقه، غير واحد الدقيقه. لا غير حشومة. دقيقه استاذ، غير دقيقه. عرفتي علاش انا دخلت؟ جمال اسمع وقف عباك بلا ما ترون حتى شي حاجه. وقيلا انت سامع كلشي بالمقلوب. معليش ما عمرو ما قال لك استحمار. اسمعني يا استحمار راه مشى بحالو نزل. جمال اسمعني. نينا الله يخليك. كلمة اسمعني يا جمال، اسمعني. حنا نناقش الموضوع وانت جيت طلعت ودخلتنا في الموضوع والصراعات الثنائية ما بين المغاربة. اش دخلنا لهذا الموضوع بتاتا مطلقا؟ ايوا انت طالع كتقول اش الموضوع؟ واش انا هاجمتك انايا؟ قلت لك لا حول ولا قوه الا بالله. حنا كنهضروا على موضوع وانت جيت درنا انتي تورنمون وليت بحال الذباب الالكتروني الجزائري. واسمح لي اسمع جمال، ماشي اسمع ماشي الجريده اللي قالك الاستحمار. سمعتي اللي قال الاستحمار مشى بحال. وقيلا انت كنتي ناعس كدير لاسيست عاد فقتي. يا نينا الله يهديك. بلاتي جمال عطيني ثانية. خليني نقول كلمة وخليني نهضر. الله أنا نخليك تهضر. قال لي من قبيلة وأنت كتسمع. يعني نينا ديري لي مايك كاع كاملين. سكتوا اخوتي ولا نزلي اللايف. نزلي القيسة نينا. نزلي القيسة نينا. نزلي القيسة. هذول ما بغاوش يسكتوا. راه ماشي من الادب اللي يطلع نهجموا عليه. قال لك